السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كويزين ناس، وان شاء الله الفيديو تاعي هذا يلقاكم كاملين بخير وعلى خير وهانيين ومهنيين يا ربي. اليوم جبت لكم صابلي المزيود، ان شاء الله يا ربي رفدوا يديكم معايا وقولوا امين. ان شاء الله يا ربي كل وحده ما عندهاش الدريه ربي يرزقها الدريه الصالحه ويعمر حجرها ويعمر دارها يا ربي، قولوا امين. دوكا راح نبداو الوصفه تاعنا، راح نقولوا بسم الله ونبداو. هيا معايا بسم الله. هنايا درت 150 غرام تاع مارغرين طريه، كنت درت عليها رشه تاع ملح باش ما ننساهاش. درت عليها كاس، زدت معاها كاس تاع السكر غلاس ناقص دو دوا سكر غلاس، وكاس تاني ناقص دو دوا تاع مايزينا. خلطتهم مليح، تحبي تستعملي يدك باتر كيما حبيتي. زدت عليها هنايا نص كاس تاع زيت وخلطتهم مليح. لازم نخلطوهم مليح باسكو حنديرو صابلي، حابه الصابلي هذا ديالي ما يجيش فيه لي غيد ولا شقاق ولا اوكي صح. هنا بعد ما ضربنا الزيت مليح، زدنا هنايا راح نديرو زوج حبات بيض، نضربوا الحبه البيض الاولى حتى تدخل مليح، ومن بعد نزيدوا الحبه الثانيه حتى تدخل مليح. هنا نعاود لكم ما بداني نضرب. درتنا 150 غرام تاع مارغرين طريه، رشه تاع الملح، كاس ناقص دو دوا سكر غلاس، وكاس ناقص دو دوا مايزينا. من بعد كي خلطناهم مليح زدنا معاهم نص كاس تاع زيت، وزدنا ضربنا مليح زدنا دخلنا حبه بيض زدنا ضربناها مليح، ومن بعد زدنا حبه تانية وضربناها مليح. هنايا زدنا غرفه صغيره معمره تاع لافاني، انا من لاباط تاعي ماني حابه ندير لها والو ابار لافاني برك. هكذا شوفوا كيفاش راهي القوام تاعها، يعني ما شاء الله. باش حابه الصابلي تاعي يجيني صافي هكذا. هنايا زدت لافاني زدت الفارينه. هنا ما راح نزيد حتى لا خميره لا والو. اللي تقول لي بالك واه حابه ندير، نقولها ديري رشه برك تاع خميره، دوك تشوفوا الكاطو بعد ما يطيب لي ما لا زاد لا نقص لا ما صرالو والو. بورتون راني الفارينه هنايا راهي لقيتها كارثه، مورفا نستعملها. مي هذه الخطره كي شريتها لقيتها النوع هذاك تشرب بورتون هذه راهي معروفه كامل ومخيره، ما فهمتش كيفاش سما تشرب ومزيه. يعني درت لاباط طريه، على هذا ديما نوصيكم نقول لكم لاباط ديروها طريه، خلوها معليش تتلاصق اون كان بعد كي تستعمليها تلقايها هذيك الفارينه تشرب. على الاقل تكوني سلكتي لها خير من تفسدي العجينه كومبلي. وقلت لكم هذه الفارينه احنا نعرفوها كامل الجزائريين، ما فهمتش كيفاش جاتني هذه الخطره كي شريتها جات تشرب. هاوليك شوفوا الصابلي تاعي هكذا درته بهذا السمك. هنا بعد ما طابلي ها شوفوا كيفاه ما طوال ما قصار ما صرالو حتى حاجه هكذا. بورتو الفارينه يعني كانت كارثه هكذا. وشريت يعني الفارينه تاع 5 كيلو، يعني قلت نستعملها المخبوزات وسابو. هنايا كنت عجينه السكر كنت لونتها باللون الوردي ولا الغوز، وكنت طبعتها. شوفوا كيفاش هذا تاع مبروك المزيود، هنا ما راهيش تبان مليح مبروك المزيود. دوك نوري لكم عجينه السكر كيفاش لونتها كيف خرجت لي، ونوري لكم الطابع اللي طبعت به. هنايا كنت طلعت شونتيي، هنا درت 3 مغارف كبار تاع شونتيي مع 3 مغارف تاع ما. هنا الشونتيي مليحه، يعني هذه اللي جبت زعما اللي استعملتها عفوا مليحه. زدت هنايا عليها عفوا زدت عليها قولوا 61 غرام 70 غرام تاع شوكولا بلون، كنت ذوبتها خليتها حتى بردت واستعملتها. هنا راح تعطي واحد الذوق لا كريم تاعنا ما شاء الله مخالفه كامل على لي كريم اللي كنا نستعملوهم. هنا استعملت ذوق الفراوله، تحبي تستعملي اي ذوق انتي. انا يا ما بيدي راح نستعمل المزيود بنيته، سما قلت الحشوه حبيت تجيني طبقه غوز هكذا تبان.
وهذه لا كريم، شوفوا نقول لكم ما بيد راهي جايه للعراس وجايه ان شاء الله ربي يدوم علينا الفرح. هذه لا كريم ما تدوب، ما ما تفسد، ما قادره تستعمليها حتى ل20 يوم شهر ما تفسدش. مي هنايا واش نقول لكم، انا ما بيد هنا استعملت غير كميه قليله، يعني هذه الكميه كانت طلعت لي كامل هذا واش اللي عندي اللي صاب لي. نتوما الشوكولا سما كتروا شويه الشوكولا، سما ديروا بار اكزومبل في 3 مغارف ديروا شوكولا ديروها تاع 100 غرام. هنا هاوليك الطابع اللي استعملته، هاو كنت هنايا خادمه به، هاوليك هذا هو، يعني راهو متوفر كامل، انا وين ندور نلقاه. هكذا كنت نقول لكم العجينه تاع السكر يعني كنت شريتها، لونتها باللون الوردي، ومن بعد كنت نحلها على المايزينا، نحلها وما نحلهاش رقيقه شويه خشينه. هنا علاش غطيتها باش تقعد لي طريه، حبه سما اللي ياكلها ياكل هذيك عجينه السكر ياكلها، يعني ما هي ما راهيش مضره ولا ياكلها عادي. ما كنتش حبتها تيبس لي. هنا راني بعد ما وسيت انا هكذا حبيته. تحبوا تزيدوا كاش حاجه مربى تاع الفراوله ولا في الغوز ولا في الوسط، هذا يبقى ليكم، انا حبيته هكذا. هكذا وشوفوا حبيتها انايا طبقه تكون شويه خشينه هكذا. وهنايا بعد ما درتها حطيتها في نواة كوكو في لا كولور غوز. انا كنت مع الاول درتها غير في الجناب برك، ومن بعد تك سما ما عجبتنيش كيما انا كنت سما متخيلتها. من بعد وليت زدت في سما من الفوق راني زدت، شوفوا كيفاش سما لا كريم زدت طلعتها هكا بيدي من الفوق، دوك تشوفوا كيفاش. هنايا سما نتوما اللي تكون عندها مزيود اطفال ديروا في الازرق كيما حبيتوا تتفاصوا. هاي ليك هذه انا كنت غطيتهم، وتاني بعد ما استعملتهم زدت سما حطيتهم في بواط باش هكذا هذيك العجينه السكر ما تيبسليش. تحبوا تستعملوا هذيك عجينه اللوز كاينه، تحبوا تستعملوها اون كتخافوا تيبسلكم ولا تفاصون. انا حبيت هكذا كنت كيما سما تخايلتو جاني مليح. هنا برك سما شكون خلط لي في التليفون تاعي في في الكاميرا، هنا ولات ما تصور ليش مليح، سما هنا شويه مضبه هكذا. يعني هذا الكاطو جا الشباب الله يبارك، مي الكاميرا ما عطاتلوش كامل حقه، يعني غاضني بزاف. مي ان شاء الله تجربوه وتشوفوا النتيجة بعينيكم، يعني كي تجربوه وتشوفوا كيفاه، يعني الشكل ما شاء الله. هكذا شتو انايا بعد ما الديفيرونس هاي لك هنا بعد ما كملتو، هاوليك انا حنقطع لكم تشوفوا. هنا شوفوا كيفاش عجينة السكوت حنحيها من بعد خطاوة خلي يشوفوا باللي راهي الطرية. ها شفتوها كيفاش قطعتها بالموس طرية، يقدروا ياكلوها. هاي ليك لا كريم تاعنا هكذا. ان شاء الله يكون نال اعجابكم الكاطو اللي جبته اليوم، وتجربوه، وان شاء الله اللي راح تزيد تجربوا، ولا تحبي تديه كادو هكذا في يدك الكاش وحده مزيده، واللي راح تزيد نقولها ربي يعطيك وقفه سهله ان شاء الله ويسلكك انت وصغيرك. وفي الاخير نقول لكم تبقاو على خير وتهلاو في روحتكم.